السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله النهاردة بقى هنعمل العيش الجميل ده على البوتاجاز بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وهقول لكم كمان العيش ده يا جماعة عاملينه بدقيق بلدي بس. الدقيق البلدي يا جماعة اللي هو دقيق القمح الغامق عملنا بيه العيش ده. شايفين العيش؟ والله أنا ما ضفتش أي دقيق زيرو، عيش بلدي بس، دقيق بلدي بس، ما ضفتش دقيق زيرو خالص. طالع زي الفل وفاتح وزي الفل. ازاي؟ الدقيقة جميلة جدا وسهل وبسيط، مش هياخد منك ساعة ولا نص ساعة حتى. هتعملي العيش الجميل ده اقل من نص ساعة على البوتاجاز، ومش هياخد منك وقت ومش هيتعبك ولا اي حاجة. ومش عايزة اقولك بقى على طعمه يتجنن. هتجربي الطريقة دي ان شاء الله هتدعيلي. طريقة سهلة وبسيطة جدا تنفعك وتنفع لجوزك والاولاد. تبقى العيش نضيف تاكليه كده يفتح النفس. حاجة بسيطة وسهلة جدا. العيش ده يا جماعة احنا بنعمله زي العيش السياحي، يعني بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بدل ما تروحي ان انت تشتري من الطابونة، العيش بيبقى طعمه مش حلو خالص. يعني الله يسهل لهم بقى، مش عارفة هما بيحطوا فيه ايه. ده طبعا العيش اللي احنا عاملينه بايدينا، عاملينه اولادنا، نضيف وكل حاجة فيه يعني واخدة بالك من حاجتك بتعملها بايدك. نظافة، مفيش بعد كده نظافة. مش عايزة اقول لكم بقى ملمس الدقيق عامل ازاي. الدقيق ملمس العيش يا جماعة جميل جدا. العيش مالي مركزه كده، يعني ولا خفيف ولا تقيل، مظبوط. وفي نفس الوقت يعني انا مش عايزه اقول لك طعمه جميل قوي 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 بصراحه. طبعا الفيديو اللي انا عملته قبل كده كنت انا عامله العيش بدقيق الزيرو والدقيق البلدي، لكن انا بقى حبيت ان انا اعمله بالدقيق البلدي. طبعا طلع احلى من ان انا حطيت الدقيق الزيرو بصراحه. يعني بصراحه طعمه جميل وملمسه حلو جدا. وتعالوا بقى مع بعض هنعرف الطريقه البسيطه والسهله اللي احنا هنعملها. طبعا انا عملت يا جماعه 20 رغيف من العيش. شايفين حجمه قد ايه؟ وطبعا مفيش بعد كده. وهوريكم من جوه عامل ازاي ملمس الرغيف. يعني بصوا مالي مركزه حاجه، يعني مفيش بعد كده. جربوا الوصفه دي ان شاء الله هتعتمدوها، هتعجب حضراتكم جدا. شايفين ملمسه طري وجميل وحلو. تعالوا بقى مع بعض. المقادير بتاعتنا: عندنا كيلو دقيق، عندنا 5 كوبايات من الميه او 6 كوبايات حسب الدقيق يا جماعه اللي بيستخدم بيحتاج ميه قد ايه. عندنا كيسين خميره فوريه، هنقلبهم مع الميه مع معلقتين من السكر او معلقه سكر مع ذره ملح على الدقيق، وارشهم كويس وابتدي ان انا اعجنها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. ملمس العجينه بيوصل بالشكل ده. ده ملمس العجينه بتاعتنا. طبعا هبتدي ان انا امسك ايدي ادهنها بزيت او ميه، ايدي الاتنين او كنا عاملاهم ميه، هروح مقرصاها حاطه على الصينيه رده، واروح مقرصه العيش بالشكل ده علشان اشتغل على طول. هبتدي ان انا ارش شويه رد على الرخامه، واروح ماسكه العجين، ماسكه النشابه تبليها ميه او تعفريها من الدقيق، او يعني دقيق زيت زي ما انت حابه. هتروحي ماسكاها كده اهو تظبطاها وتروحي واخداها على طول. وخدوا بالك وانت بتشيليها حاولي ما تكبريش الرغيف علشان ما يبقاش صعب عليك ان انت تعرفي ان انت تشيليه وتحطيه في الصينيه. طبعا هتاخدي الرغيف تروحي حطاه في صينيه يا جماعه تكونوا مسخنينها. الصينيه هتروحي حطاه على البوتاجاز من فوق. بعد كده تروحي حطاه في الفرن عند الشوايه، تشغلي الشوايه وتروحي حطاه في الشوايه. هيبتدي ان هو بقى الاول بعد ما بيتشمع من فوق يبتدي ان هو تنزلي بقى على طول على الشوايه، هتلاقيه نفخ معاكي بطريقه جميله وسهله جدا. مش عايزه اقول لكم ملمس العجينه سهل وجميل جدا، ومش عايزه اقول لك طعمه كان جميل قوي 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 بصراحه. هنا خلاص عندي الصينيه، هبتدي ان انا احاول ان انا اظبطها. فهتاخدوا بالكم برضو وانتوا بتشيلوها زي ما قلت لكم عشان العجينه رقيقه قوي. هنا حطيت الرغيف الاول حطيته على البوتاجاز من فوق، شمعته، بعد كده حطيته في الشوايه زي ما انتوا شايفين شكله عامل ازاي. ابتدى يتنفخ ويبقى جميل ازاي. طبعا مش هياخد منك دقيقه، يعني اقل من دقيقه هتلاقيه اتشمع واتنفخ معاكي وبقى زي الفل. شايفه؟ طبعا مفيش بعد كده. والرغيف يعني شكله يفتح النفس. هتبتدي ان انت تعملي الاول على البوتاجاز من فوق زي ما قلت لحضراتكم، بعد كده حطي على الشوايه. طبعا انت لو فرنك كبير هتبتدي ان انت تعملي الاول صينيتين، تحطي صينيه فوق وصينيه تحت، يعني تكوني مجهزه صينيه الاول شمعاها من فوق، بعد كده تزقيها في الشوايه. الصينيه التانية برضو تكون انت برضو مجهزاها وتزقيهم مع بعض لو الفرن بتاعك كبير. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت صينيتين، فهبتدي ان انا اطلع اللي هي خلصت واسيب التانية اروح حطاها في نص الشوايه علشان خاطر تبتدي ان هي تتنفخ. شايفين بقى؟
وادي الرغيف بتاعنا، شايفين شكله يفتح النفس ازاي؟ طبعا بيتكلم عن نفسه. هنحطه بقى فوق، وبعد كده نبتدي ان احنا نحط الصينيه التانية اهي، شايفينها برضو. انا عشان مقرباه قوي للشوايه فمش واضح قوي، بصوا بينفخ ازاي. هبتدي ان انا اخلص العيش بتاعي، ولو ما نفخش معاكي عادي، في ممكن يتنفخ قوي، في ما يتنفخش، بس ده ما عملش معايا لان ايه، صباعي عمل من بالنص فاتخرم، فمعرفش ان هو يتنفخ عن كده. طبعا زي ما انتم شايفين الصينيه التانية برضو هسيبها لحد ما يبتدوا الاتنين يستووا من فوق. طبعا مفيش بعد كده، هستنى لحد ما تخلص، بعد كده نطلعه. شايفين الرغيف عامل ازاي؟ شكله يفتح النفس، وبدقيق بلدي بس، ما حطيناش زيرو يا جماعه. ده الواحد اكتشف انه كان بيضحك عليه، يعني انا بصراحه انصدمت. يعني انا كنت بروح اجيب 10 كيلو دقيق زيرو علشان احطه على الدقيق البلدي، اكتشفت انه كان يعني العيش كمان كان بيطلع غامق. يعني الحاجه المشكله اللي مضايقاني ان العيش كان بيطلع غامق. المفروض انك تحطي الزيرو يفتح لك الدقيق البلدي. يعني انا دلوقتي عملت بالدقيق البلدي كان طالع فاتح وزي الفل، معنى كده ان كان بيضحك عليا، والدقيق بتاعي ما كانش بيتحط كله. طبعا زي ما انتم شايفين كده ادي الرغيف بتاعنا. انا بحاول عشان انا الفيديو اللي فات يعني ما صورت لكمش كتير وانا بحط في الفرن، فانا الفيديو ده حبيت ان انا اصوره لكم كتير عشان تفهموا الدنيا ماشيه ازاي. زي ما قلت لكم بشغل البوتاجاز من فوق، يشمع، اول ما يبتدي يشمع من تحت تروح زقه على الشوايه على طول. لو انتوا بقى بتتفرجوا علينا ما تنسوناش بقى بلايك حلو كده، وتشجعونا وتدوسوا وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان خاطر انزل لكم فيديوهات جديده باذن الله. طبعا ادي الرغيف بتاعنا هنطلعه عشان ما يتحرقش مننا، علشان يبقى شكله جميل. طبعا وهوريكم العيش يعني كام رغيف كده بعد ما طلعته. انا طبعا بطلع صينيه وادخل صينيه، بحاول اظبطها اهو. خلاص كده ادي الرغيف بتاعنا ده خلصناه. نبتدي بقى ان احنا نطلعه فوق. طبعا ده الرغيف التاني اللي كان جنبه خلصناه اهو، العيش زي الفل مفيش بعد كده. طبعا هنا بحط على البوتاجاز كده واروح زق على الفرن على طول. حبيت برضو ايه اوريكم الدنيا ماشيه ازاي. وادي الرغيف بتاعنا اللي طلعناه، العيش بتاعنا اللي احنا طلعناه. بصوا الناحيه التانية شايفين الرغيف عامل ازاي. طبعا هحط بقى اخلص الكميه بتاعتي كلها، ونبتدي ان احنا نخلص العيش بتاعنا ويطلع الشكل اللي وريته لحضراتكم. طبعا هخلص الكميه بتاعتي دي كلها واوريكم شكله في الاخر. زي ما انتم شايفين كده خلاص. هبتدي بقى ان انا احط اخر صينيه معانا. طبعا بقلبها يمين وشمال عشان خاطر في اجزاء بتبقى هابطه، فبحاول ان انا اخليها تتعمل الشوايه تركز عليها عشان تبتدي ان هي تعلى. وادي العيش بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا مفيش بعد كده ولا احلى من كده، طري وجميل وطعمه جميل جدا. احب اقول لكم ان السكر لما بتضيفيه بالدقيق بيدي طعم حلو للعيش، بيدي تسكيره كده، بيخليكي تحبي تاكلي العيش حتى لو هتاكليه حاف. مش عايزه اقول لكم ان الاولاد الصغننين لو كلوا العيش ده هياكلوه حاف، مش هتحتاج انك تحشيه لهم اساسا، يعني طعمه يغنيك انك تحطي جواه حاجه. شايفين الجمال والحلاوه. طبعا هنقطعه ووريته لحضراتكم لما قطعناه. مش عايزه اقول لكم مالي مركزه حاجه كده، مفيش بعد كده. ادي العيش بتاعنا كله 20 رغيف زي ما قلت لحضراتكم. هبتدي بقى ان انا اقطع لكم رغيف كده. شايفين شكله وجماله، مفيش احلى من كده. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله. ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. مع السلامه.